السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أحلى عيلة في فيديو جديد وفي قعدة روقان وتأمل خاص جدا. حبيت أقف معاكم شوية فوق الروف ونبص مع بعض على حركة الشارع والعربيات والأنوار الساحرة دي بالليل. بصوا معايا كده، كل عربية وكل شخص ماشي تحت وراه حكاية، وراه مشوار، وراه سعي وتعب، وراه رزقه ورزق عياله. سبحان الله، مين اللي منسق حركة الملايين دي كلها في نفس اللحظة؟ ومين اللي كاتب ومقسم رزق كل واحد فيهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. المنظر ده دايما بيفكرني بآية عظيمة جدا في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. السعي علينا والرزق والتيسير على الله. فمهما شفت الدنيا زحمة ومعقدة، افتكر ان اللي بيدبر الكون ده كله مش هيعجزه انه يفتح لك باب او يجبر لك خاطر او ييسر لك امرك في الوقت المناسب. وساعات يا جماعة بنحتاج فعلا نبعد شوية ونبص على الدنيا من فوق. الشارع تحت مليان دوشة وزحمة وسرعة وجري، بس من مكاني هنا في الهدوء بحس بقد ايه الدنيا صغيرة ومبتستاهلش كل القلق والخوف اللي بنعيشه في زحمة يومنا ومشاغلنا وضغوط الحياة. بننسى ندي لنفسنا وعقلنا دقيقة سكينة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسط دوشة يومك وضغوطك، افصلي دقيقة، اذكري ربنا، استغفري. الاستغفار والذكر زي الروف العالي اللي بيخليك تبص لمشاكلك وهمومك من فوق وتشوفيها صغيرة جدا مقارنة بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. ما تخليش دوشة الشارع وزحمة الدنيا تدخل جوه قلبك وتسرق سلامك النفسي. نفسي الساعتين تلاتة الجايين دول أعمل حاجة مع محمود في الشركة. بصوا تاني كده على العربيات والأنوار وهي بتمر بسرعة وبتختفي. الأيام وأعمارنا بتمر وبتمشي بنفس السرعة دي بالملي. الأسبوع بيسلم أسبوع والسنة بتسلم سنة والعمر بيجري بينا. السعيد فينا هو اللي بيمر في الدنيا دي زي العربيات دي، يسيب وراه إضاءة وأثر طيب ينور الطريق لغيره. وانت اقل منهم في ايه؟ والله بجد مفيش اي حد ليك هنا ان انت تحاول تنقل يديلك هنا. محمد سعيد اللي كتب لي كده قال خلونا نسأل نفسنا وسط جري الأيام، احنا سايبين ايه ورانا؟ كلمة طيبة، جبر خاطر، عمل صالح، مساعدة لحد. الدنيا مجرد ممر ومحطة، والمحطة الأخيرة عند ربنا هي اللي باقية. وأنا محمد عايز أرجع بس الجيش. وعلشان العمر قصير وبيجري، الدنيا بجد مش مستاهلة اننا نخسر بعض علشانها، ولا مستاهلة اننا نشيل من بعض او نتكلم على بعض. كلنا ماشيين والرحلة قصيرة، فليه نملأ قلوبنا بزعل او قيل وقال؟ الكلمة الحلوة بتعيش وجبر الخاطر بيفضل مفعوله طول العمر. لما تلاقي نفسك هتتعبي او تزعلي او هتتكلمي في حق حد، افتكري منظر الدنيا وهي بتجري، واختاري دايما انك تسيبي اثر طيب وسيرة حلوة. وعارفين كمان يا جماعة، وانا واقفة ببص على البيوت المنورة والشبابيك المقفولة دي من فوق، دايما بفتكر ان كل بيت وراه حكاية، وكل باب مقفول وراه شيلة ما يعلمش بيها الا ربنا. ساعات بنغلط لما نبص لحياة غيرنا على السوشيال ميديا او في الشارع ونقول يا بخت فلان. احنا مش عارفين هو شايل ايه في قلبه او ايه الابتلاء اللي عنده. المنظر ده بيعلمنا الرضا، الرضا باللي في ايدينا، الرضا بالحال. ربنا سبحانه وتعالى قسم لكل واحد فينا حتة من التورتة. واحد واخد صحة، واحد واخد مال، واحد واخد راحة بال. مفيش حد واخد كل حاجة. إيه لما تبطل تقارن حياتك بحياة اللي حواليك هتحس بسلام نفسي مش طبيعي. خلينا دايما ندعي ربنا ونقول يا رب ارضنا بما قسمته لنا. طول ما في قلوبنا رضا هنشوف الزحمة والدوشة اللي تحت دي مجرد مظاهر، والكنز الحقيقي هو القناعة والحمد اللي جوه قلوبنا. احمدوا ربنا على النعم الصغيرة اللي في حياتكم قبل الكبيرة: الصحة، لقمة العيش، جمعة العيلة. دي كلها حاجات ما تتعوضش ولا بكنوز الدنيا.
بتمنى من كل قلبي ان اللقطات الهادية دي والكلمات دي تكون لمست قلوبكم واديتكم طاقة ايجابية وسكينة. لو عجبكم الفيديو القصير والتأملي ده ما تنسوش تسيبولي دعوة حلوة منكم، واشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. لا اله الا الله، مع السلامة.